لا اسمع بس مرخصتك والله. اول شيء طفي الكاميرات يعني. زين اوكي بس لا بس مرخصتك والله. اكو شغلات المفروض واحد لازم تقول لي يزن على الثقه والله. هذا الموضوع يأذيني كلش، وهذا الموضوع سديته من زمان اني. وانسان يجرحك ويتعمد على جرحك ما اقدر تماشي حتى وترجع وياه مو مثل قلبك الاول. خلصت على راسي والله، بس اترجاك تعفيني من هالشغل. اعطيني ايدك اول شيء. اعطيك ايدي بس مين لا خالف تعفيني. اسمعني انا طلبت منك طلب. إيه؟ قلت لك تقول لي اني مسامحك يا يزن. انا مسامحك على كل شيء، بس هاي الوضعيه ما اقبلها. زين قبل اي شيء ذكرت كلمه حلوه قبل شويه، قلت اكو مرات ناس مع جل احترامي تبين لك بالحقيقه انه هي طيبه، لكن بنفس الواقع تختلف. انت انسان طيب على راسي والله. الطيبه هواي. زين انت تعرفه؟ شوف اقول لك شغله واحده. زين الانسان ما يزعل على شخص اذا مو عز عليه. زين لانه انسان عابر ما يهتم له. زين حكى ما حكى، زعل ما زعل، مع احتراماتي يسمع طز. تعرفه ولا لا؟ ما شلون ما يخالف. زين اقف بس زين بس اسمع اعيد الحوار ورجعه. زين اسمع انت انت شاعر. اي طايف الكاميرا. زين سؤال انت ما اريد اجرحه. سؤال ما اريد اجرحه. سؤال انت شاعر ومعروف والك ناسك والله اجيب لك مي واجيب لك عصير والتريده يصير. بس اسمعني، هذا الانسان انت منين؟ من كربلاء. واهل كربلاء معروفين بالطيب والاخلاق والكرم. ارض الحسين والعباس. والله كانوا بغداد شويه. لا عمي انتم ارض الحسين والعباس، واحنا نجي متعنين لكم. كل الدول العالم كل الناس تجيكم متعنين على كرمكم واخلاقكم. هذا اخوك. كان لا اخوك ويبقى اخوك. لا كان. زين انا ما اخاف الخساره، حط منك طلب بالله عليك. بس والله ما تعبتك بالعكس. انت شوف انا دائما احكي هالشيء، اقول الانسان العصبي والينفعل هذا بداخله طفل فقير. الطيبه هواي اذتنا، هواي الطيبه اذتنا يا اخي. الى متى بس احنا نسامح، بس احنا نحب، بس احنا نموت، بس احنا نضحي، بس كل شيء احنا. زين اوكي كافح. احنا الطيبه وين توديني بعد انا؟ وتبقى طيب وتبقى اخلاقك حلوه. من احقد على بشر. لا ما تحقد. ما حقد والله ما راح تقدر علي، والله يهني بحياته. والله ما راح تقدر. ما بالامر ما اريدك عدم والله. لان هذا الانسان اني تدري عايف اهلي يعني طلبات اهلي ما موفرها من كثر ما انا ماشي وياه وسوي طلعت. زين اوكي بس اقعد بالحسين احلفك. احلفك كله قام ارجف. احلفك بالحسين احلفك بالحسين. اقعد. زين الله على سيدي مولاي الحسين. اكو مرة سوء فهم بين الطرفين. اقعد واسمع. اقعد واسمع. استغفر الله. صلوا على محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. زين قبل لا تحكي اول شيء اقول له الحمد لله على السلامه. قبل لا اسولف انا امرك بهذا الشيء. صلوا على محمد مره ثانيه. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور رحيم. آية قرآنية عظيمة. صدق الله العظيم. عظيمة والعظمة لله. لو صفنا بكلمات هاي الآية القرآنية راح نشوف كل كلمة وكل حرف إلى معنى معين بها. فدائما أقول إذا كان رب العباد يسامح فكيف للعبد لا يسامح. أنت جوز صار سوء فهم بين الطرفين. أنت ما تعرف شنو أخباره وهو ما يعرف شنو أخبارك. قبل لا أسمع من أخوي هنا تاج رأس الله يحفظك. الله يسلمك. شنو مشكلتك معه؟ ليش زعلان عليه؟ بعدين هو راح يردك السبب ليش زعلان عليه أنت. شوف أني أعوذ بالله من كلمة أني يعني إنسان بسيط، بس عندي طرق بالحياة زين أستخدمها بحياتي. زين من كثر التجارب والهاي لازم الإنسان يتعلم من كل تجربة يوقع بها. زين عند الإنسان موقف، الصديق موقف، الحبيبة موقف، الأم موقف، الأب موقف، الأخ موقف. زين شنو موقفك ماخذه من عنده؟ موقف الماخذه من عنده يعني احتاجته وانا باصعب الظروف اللي قلت لك بها هي السجن. زين يعني انا مره وقع بالطوبه بالنجف. سويت طريق النجف نص ساعه
من كربلاء النجف. زين. على وين؟ ما ادري يعني شلون وصلت، اتذكر وصلت للمستشفى من قاعد شفته ما بي شيء، بس قالوا امير ما خبرني امير اللي اذاني، ما خبرني امير، خبرني ولا صديقه. قلت له والله بشيء يعني قسمت، قلت له ما خبرني هو انا امير بشيء، كذابين يقولوا لي واقع بالطوبه كذب. راح اخليه يكمل على راحته وانت كمل وراه. اي زين. من كملت شفت امير ما بيشي، هاي رجعت قلت له شلون وقفت بالسيطره، شلون اجتازيت، شلون وصلت للمستشفى، زين بالساعه طلعت بالسبعة ونص واصلاني. هاي الاشياء تصير بين الاخوه. موقف شنو موقفك من امير؟ هاي من واحد مواقف يعني انا باصعب الامور اعوف كل شيء اتعنى له، بس يقول علي تعال. زين. كل الظروف تمحي. بس انت سرعت ما جاوبتني. انا راح اخليه يكمل وراح تحكي انت موقف اللي صار عندك. شنو الموقف اللي صار عندك؟ جيت وقلت لك بالسجن وقلت بس معتازين كفيل ب5 دقائق بس يجي يوقع ويطلع. كفيل بس. اتصلت علي؟ اتصلت عليه قال لي لا انا عندي ظرف ما اقدر اجي. زين. يعني حتى ما وضح لي شنو الظرف وشنو. قلت له انا اقدر تجي؟ قال لي لا براحتك. وش قال صار لكم مشوفين ولا حاكين ولا تدري عن اخبار ولا وش قال صار لك؟ ما ادري انا حتى يعني لا موبايل بالسجن لا هاي كل شيء ماكو بالتواصل. بس الموبايل حتى خابرته مو رقمي. هسه هو يسولف يحكي رقم غريب من ولد شرطي. صح هو خابرك من رقم غريب؟ رقم غريب قلت لك وراسا سد بوجهه راسا بس قلت لان انا قلت لك تعال وين ضابط وقتها ما قال كل شيء من عنده، كل شيء طلع من عنده يعني كلش عندنا. بعدين هو الولد اعتذر من عندي قال انا ما عبالي شيء نحاصر فصار اعتذار، بس شي في انا ماكل لي 5 اشهر على مود 5 دقائق بس يجي ويروح. زين خلصت. اهدى تفضل امير احكي قصتك. هل انت سرعت بذاك الموقف طبعا وانت لحد الان ما تدري يمكن ابني توفى مو؟ نسمع كمل. اي ذاك الموقف من خابرتني وراها بساعه او ساعتين انا ابني توفى. انا زعلت عليك لان ما وصلت علي ولا خابرتني ولا ادري بك وين اخبارك. هذا الموقف اللي صار بيه. شو وقت؟ انت سرعت. ما ابنك مات؟ ايه. معقوله ما تدري؟ لا معقوله ما تدري؟ لا جاوبني بالله عليك. احلفك بالحسين، معقوله ما تدري؟ بالحسين احلفك. هذا ما الحسين ما ادري. احلفك بالحسين مره ثانيه بالله، معقوله ما تدري؟ حسين ما ادري. ظلمت ولا ما ظلمت؟ خوي ابو الحسن ظلمت ولا ما ظلمت؟ ظلمت ولا ما ظلمت؟ ما ادري. عدس منك الجواب.